السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد على قناتكم مطبخ زهور المراكشيه. نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وتكون اموركم كلها طيبه. اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد، جبت لكم معايا واحد الحليوه اللي هماويه وبريستيج بالنسبه للناس الذواقه واللي تتبغي تحط في المائده ديالها نهار العيد، شي حاجه اللي عاطيه للعين. هاد الحليوه هذه كيف ما تشوفوا معايا صوبتها بالتمر، كيف ما كتشوفوا للناس اللي عشاق ديال التمر، حلوه شكلا ومذاقا ما عندي ما نقول. غادي تدوخوا ليا البشر بهذا الشكل هذا وبهذا المذاق اللي ان شاء الله حتى غادي تجربوها وغادي تعرفوني علاش تنهضر. فعلا تستحق التجربه. فإلا عجبكم محتوى قناه مطبخ زهور المراكشيه ديروا واحد اللايك، اشتركوا في القناه باش هكا يوصلكم كل ما هو جديد. فيلا نمشيو للكوزينه باش نشوفوا العجينه ديال اللوز اللي غادي نخدموا بها كاول تحضير لهاد الحليوه هذه. عندي هنايا 250 غرام ديال الدقيق الفورس اولا ربعه ديال الدقيق اللي تيكون من النوع الجيد. درت معاهم شويه ديال المليحه، وعندي هنايا الزبده، درت 62 غرام ديال الزبده. انا هنا استعملت غير زبده المارغرين. وغادي ندير واحد 2 معالق صغار ديال الزيت النباتيه. فهنا الا بغيتي تستعملي الزبده من النوع الجيد اولا الزبده الحيوانيه فاكيد ممكن كتعطي واحد الذوق زوين، ولكن بالنسبه لهاد العجينه ديال الحلوه ديال اللوز فكتجيبي هاد زبده المارغرين كتعطي قوام احسن. غادي نرمل هاد المكونات مع بعضياتهم، غادي نبسبس هذيك الزبده جيدا في الداخل ديال هذاك الدقيق حتى يولي عندي الخليط بحال الرمله، وغادي نجمعو بمزهر. وفي هذه المرحله هذه مزهر ما تنديروش دفعه واحده، تنبقى غاديه تندير شويه بشويه وانايا تنجمع. خاص العجينه ديالي ما تجينيش هكا جاريه، خاصها تكون يعني شاده في راسها، لان مازال كنخليوها ترتاح في الثلاجه ومازال كتزيد كتدلك معنا وكترخف معنا. صافي غادي ننزلها شويه على سطح العمل غير باش ندلكها شويه باش هذيك الزبده تدخل ليا في العجينه بهذه الطريقه هذه. وغادي نديرها في واحد الكيس بلاستيكي وغادي نخليها في الثلاجه واحد الليله كامله. فالا كنتم مزروبين غادي تخليوها واحد ساعتين عاد غادي تخدموا بها. في هذه المرحله هذه غادي ندوزو باش نصاوبوا الحشوه ديال التمر. انا هنا خديت نص كيلو ديال التمر، استعملت هذه النوعيه هذه كتجي زوينه في المذاق ديالها. غادي نضيف معاهم هنايا واحد الملعقه كبيره ديال الزنجلان من طبيعه الحال اللي تيكون محمر ومصهد باش نتحصلوا على واحد الذوق اللي زوين. ودرت كذلك معاهم واحد الملعقه صغيره ديال الزبده من النوع الجيد مع شويه ديال الطلاغوم ديال البرتقال، واللي بغى يدير القشور ديال البرتقال فمن طبيعه الحال كيعطيو واحد الذوق اللي هو زوين. صافي انا هنا غادي نخلط هاد المكونات مع بعضياتها بهاد الطريقه هذه حتى ينسجموا ليا ويولي عندي هكا الخليط منسجم. عاد غادي ندير واحد شويه ديال المزهر، تقريبا درت واحد الملعقه صغيره ديال المزهر. وغادي نبدا نجمع كيف ما تشوفوا معايا، ندخلوا هذوك العناصر مع بعضياتهم جيدا. هنا اللي بغات تزيد شويه ديال اللوز يكون هكا بودره، يكون طبيعه الحال محمر وتضيفوه تيعطي واحد المذاق زوين كذلك التمر ديالنا. صافي انا هنا شكلت هاد الكريات هادو، كل كره درت فيها 16 غرام وغادي نخليهم جانبا. وغادي ندوزو هنايا باش نوجدوا العجينه ديالنا. انا هنا للامانه خليتها ليله كامله هي والتمر حتى اليوم الموالي عاد باش بديت كنشكل في الحليوه ديالي. غادي ناخذ واحد الجزء من العجينه بهذا الشكل هكا، واللي بقى ليا كنرجعو الكيس بلاستيكي وكندير شويه ديال الطحين على سطح العمل كندلك اولا كنورق هذيك العجينه ديالي كنشكلها هكا بالطول بهذه الطريقه هذه. وعاد غادي نعاود نديها لهذيك الاله ديال التوريق باش نتحصل على عجينه اللي كتجينا شويه هكا رقيقه بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا معايا. وتنجيب هذا القطاع هذا اللي كيجي على هذا الشكل هكا، تنحاول نشكل هكا واحد الدوائر باش كنخدم هكا خدمه اللي كتكون عندي نقيه. صافي بالنسبه لهداك الزياده ديال العجينه اللي كتشيط لينا راه كنعاودوا نجمعوها ونرجعوها لكيس بلاستيكي تنعاودوا نخدموا بها مره اخرى.
هنايا غادي نجيب الكريه ديال التمر وغادي نلبسها في هذاك الدائره ديال العجينه بهذه الطريقه هذه. نحاولوا نغلفوا هذاك التمر جيدا ونشكلوه بهذا الشكل هكا كيف ما تشوفوا معايا. هانتوما شوفوا القوام ديال العجينه راه كتجي شويه رقيقه، يعني ما نرققوهاش بحال كيف ما تنصاوبوا الكعبه، تكون هكا شويه بهذا السمك اللي كتشوفوا معايا هكا في الصوره. وتنحاول نحيد هكا دوك الزوائد اللي تتكون عندي هكا باش ما تجينيش الكريه ديالي يعني معبده بالعجينه. وتنكورها بهذه الطريقه هذه. وغادي نجيب نوريكم المعمول الجديد اللي خرج دارج هكا في الاسواق. هذا المعمول هذا عملي رائع كيف ما كتشوفوا معايا، فيه جوج ديال الشكيلات ديال القلب، يعني شي حاجه اللي هماويه كتصوبوا بها الحلوه ديالكم وكتعطي الحلوه واحد المنظر اللي رائع. فراه كاينين بزاف ديال الطوابع اللي خرجوا ان شاء الله غادي تشوفوهم معايا. غادي كل طابع غادي نصاوب لكم به حليوه. وهذا الطابع هذا ممكن انكم تخدموا به الحلويات ديال اللوز، الحلوه ديال الدوازاتاي، يعني العقده ديال اللوز، يعني عديد ديال الاستعمالات، يعني شي حاجه اللي غزال. هنايا درت هذيك الكريه وبديت كنطبعها، كنشكلها على ديك الرشيمه اللي عندي في هذاك القليب، تنتحصلوا على هذا الشكل هكا. هانتوما شوفوا المنظر يعني ولا اروع. عرفتي حمقني هذا الشكل هذا وجاني ساهل في الخدمه، ما تنزيد لا دقيق لا حتى شي حاجه. يعني كيف ما تشوفوا معايا تندير هذيك الكريه ديال التمر وتنبدا هكا تنضغط عليها غير بالاصبع ديالي وتنضربها هكا على سطح العمل وتخرج ليا الرشيمه ديالي، يعني من اروع مما يكون. والثمن ديالو راه ما غاليش، راه كيدير غير شي 15 درهم 15 درهم. يعني ثمن مناسب، ولكن تنتحصلوا على اشكال من الحلويات اللي هماويه وتتحمر لنا الوجه ديالنا قدام الضيوف ديالنا. صافي هانتوما كيف ما تشوفوا معايا تندخل هذيك الكريه بهذه الطريقه هذه وتنحاول نضغط على غير واحد شويه. ودائما هذيك الوجه ديال ديك الكريه هي اللي تنديرو من الداخل. هانتوما شوفوا من بعد ما كنضربها على سطح العمل تتخرج ليا بكل سهوله، ما تلتصق ليا، ما تندير لا دقيق لا ميكا لا حتى شي حاجه. وتنتحصل على هذا الشكل هكا، يعني شي حاجه اللي هماويه، شي حاجه اللي بريستيج روعه. هانتوما شوفوا صافي غادي نستفهم هكا في الطاوه. ومن طبيعه الحال دائما الحلويات ديال العجينه ديال اللوز تنخليوهم تتبات ليله كامله عاد باش ندخلوها الفران. انتم شوفوا الشكل ديالها، يعني كيبان من اروع مما يكون. صافي هنايا غادي نخليها هنا كيف ما قلت لكم تبات معايا، او الا خدمتوها الصباح حتى العشيه عاد باش طيبوها. هنا في اليوم التالي كيف ما تشوفوا معايا الحلوه ديالي قصاحت معايا، يعني نشفت معايا جيدا. هنايا خديت واحد البرا ودرت ثقوب من الاسفل، فصراحه مشى لي هذا المقطع فاش كنت كنثقب الحلوه ديالي. وشعلت الفران حدايا تيسخن، وهنايا دوبت الزبده اللي كتكون من نوع الجيد، زبده حيوانيه. وتنحاول ندهن القليبات ديالي بهذا الشكل هكا، وغادي ندخل الطاوه ديالي طيب في الفران على واحد الدرجه ل 150 درجه. يعني نحاولوا ما نحمروهاش بزاف، يعني هي طيب معنا من التحت صافي فقط، والفوق راه كتشمع لينا العجينه ديالنا. وكنتحصلوا على هذا الشكل هكا. بعد ما تطيب تنكون موجده حدايا الناباج وتندهن ليها الوجه ديالها باش تنعطيها هذيك اللمعه، لان الا ما دهناش الحليوه ديالنا غادي تبقى لينا شهبه وما غاديش تعطينا يعني واحد المنظر اللي زوين. فلهذا دائما الحلويات ديال اللوز او التمر اللي كنخدموهم بهاد العجينه هذه تندهنوهم بالناباج، ودخلتهم للفران اللي تيكون سخون ماشاعل ما حتى شي حاجه حتى كيتشمع ليا داك الناباج على الحليوه ديالي وتنخرجها. هنايا زينتها بالعجينه ديال اللوز اللي اولا بلا بات داموند اللي نكهتها باللاباط ديال القهوه باش نتحصلوا على هذا اللون هذا. وشكلتها بهذا الشكل هكا. نتوما شوفوا كيفاش كنزينها. كناخذ شويه ديال الجليكوز تنحاول نوضعو هكا في الوسط ديال هذاك الشريط اللي في القلب،
وتنجيب هاد لي بيغل هادو اولا هاد العقيق اللي تيجي على هاد الشكل هكا، تيكون شويه غليظ. تنحاول ندير هاد الزين هذا البسيط، وانتم ديك الساعات تزينوا الحليوه ديالكم بالشكل اولا التزيين اللي تيبان لكم مناسب. وتندير هاد البابيون هذا كيف ما شفتوا معايا، راه وريتكم المول ديال السيليكون اللي خدمت به هاد البابيون هذا. وتتكون هذه هي الحليوه ديالي من بعد ما زينتها. هانتوما شوفوا، غادي نبقى هكا انا مستمره حتى تشوفوا معايا في الشكل النهائي. وفي هذه الوقيته هذه تنبغي نشكر مجموعه الصدق والتعاون برئاسه اخي اتوميكس اللي كيدعمنا في الساعات وفي العصافير في الدولار دعم حقيقي يعني وبالمجان. وكذلك كيدعمنا حتى في السوبر شات، كيدعم القنوات المفعله والغير مفعله. فيلا اللي بغى ينضم معنا مرحبا والف مرحبا. فانتوما كيف ما تشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال الحليوه ديالي من بعد ما طيبتها وزينتها وقدمتها. تتجي شي حاجه اللي روعه، شي حاجه اللي بريستيج، كتجي طريه ورطبه والمذاق ما نقولش لكم يا سلام. والشكل تيحمق، يعني غادي تصدموا ليا الضياف ديالكم الا حطيتوهم يعني في الطبيله ديال العيد او حتى في المناسبات ديالكم، علاش لا، شي حاجه اللي هماويه. فيلا نوضي جربيها وردي عليا الخبر في التعليق. كيف ما شفتوا معايا المكونات جد بسيطه والشكل راقي وهماوي كيف ما قلت لكم، تيحمر الوجه وغادي تصدموا ليا البشر بهاد الحليوه هذه الا حطيتوها لعائلتكم وضيافكم. فخليوا ليا تعليقكم المشجعه والمحفزه اللي دائما تتشجعني وتتحفزني باش هكا نجيب كل ما هو جديد. واللي بغى ينضم معنا اكيد المجموعه الصدق والتعاون راه فيها تحقيق شروط اليوتيوب بالمجان. شكرا لك اخي اتوميكس اللي كتحقق لنا هاد الشروط هذه. غادي نخلي لكم رقم الهاتف مثبت في اول تعليق. والدعم اكيد راه مجاني، يعني ما كاين لا فلوس لا حتى شي حاجه، دعم حقيقي وفابور. ف شكرا لك اخي اتوميكس على كل حاجه كديرها معنا، جزاك الله كل خير وعواشرك مباركه. تحياتي للمشرفات الاتوميكسيات، جزاكم الله خيرا، وتحياتي لاعضاء المجموعه. وتيكون هنا الفيديو ديالي تيسالي دائما ما تنسخش بكم، ونتلاقاو ان شاء الله في حليوه جديده مع فيديو جديد. ويلا نوضوا جربوا الحليوه ديالي وردوا عليا الخبر. خليتكم على خير ومع السلامه ومبروك عواشركم.